جرى اليوم الأربعاء بالمنطقة الصناعية بنسودة بمدينة فاس إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء أكبر مصنع للنسيج في المغرب، وذلك بحضور والي جهة فاس مكناس خالد أيت الطالب وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب رياض مزور وزير الصناعة والتجارة وشخصيات ومسؤولين محليين. وفي تصريحات صحفية بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن هذا المشروع الصناعي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الوطني في قطاع النسيج، باستثمار إجمالي يناهز 1,305,000,000 درهم، مشيرا إلى أنه سيوفر حوالي 2000 منصب شغل مباشر لفائدة الكفاءات الوطنية. وأوضح مزور أن المصنع سيتخصص في مختلف مراحل صناعة النسيج، انطلاقا من إنتاج الخيط، مرورا بصناعة الثوب وصباغته، وصولا إلى صناعة الملابس الجاهزة، معتبرا أن هذا المشروع سيمكن مدينة فاس من استرجاع مكانتها التاريخية كقاطرة لصناعة النسيج بالمغرب. من جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان أن هذا المصنع يشكل إضافة نوعية للنسيج الصناعي بالجهة، وسيساهم في إعادة الاعتبار للدور الريادي الذي لعبته فاس عبر التاريخ في مجال صناعة النسيج، مؤكدا أن المشروع سيوفر آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة. وأضاف زيدان أن اختيار الشركة الاستثمارية لمدينة فاس على وجه الخصوص وللمغرب عموما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في مناخ الأعمال الوطني وفي الاستقرار الاقتصادي والمؤهلات الصناعية التي تزخر بها المملكة. ويرتقب أن يشكل هذا المشروع رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس مكناس، وأن يعزز موقع المغرب كقطب صناعي تنافسي في مجال النسيج على الصعيدين الإقليمي والدولي.